اسرع وصفه غدا تعمليها من غير وقفه كتير في المطبخ، وفي صينيه واحده. صينيه الفراخ المشويه في الفرن بتتبيله خطيره مع شويه خضار حلوين ورز اصفر مبهر، حاجه كده تحفه. جبت فرخه متوسطه الحجم بالشكل ده، قطعتها على 4، غسلتها كويس بالملح والليمون ونقعتها في محلول النقع. محلول النقع عباره عن لتر من الميه، عليه معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من الملح، عليه عصير ليمونتين، ورق لورا، حبهان، فلفل اسود حب، معلقه دقيق كبيره او معلقه طحينه بتشيل الزفاره خالص من الفراخ. صفيتها من ميه النقع وشطفتها كويس بميه نظيفه ونشفتها، بقت معايا بالشكل ده. هعمل لها فتحات بسيطه في اللحم بالشكل ده. هنعمل تتبيله بسيطه للفراخ نتبلها بيها تديها طعم حلو. اجيب بصلايه مبشوره، طماطمايه كبيره مبشوره، معلقه كبيره من الصويا صوص. لو مش متوفر عندك الصويا صوص ممكن تحطي معلقه عسل كبيره على معلقه زيت نباتي كبيره على معلقه خل كبيره على نص معلقه سكر على نص معلقه ملح، يبقى كده حضرتك معاكي بديل للصويا صوص. هقلبهم بالشكل ده. هضيف عليهم معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من البهارات السبع. هقلب كل التوابل مع التتبيله. وانا الجوانتيات خلصت عندي، فهجيب كيس بلاستيك بالشكل ده نضيف والبسه، وهضيف التتبيله على الفراخ. احط كده تحت الجلد كل حته فيها، احط في الفتحات اللي عملتها. تبلت الفرخه بالشكل ده بالتتبيله من بره ومن جوه وتحت الجلد، ودخلت جوه الفتحات. هركنها على جنب. جبت تشكيله كده حلوه من الخضار، بصلايه كبيره، 3 قرون من الفلفل الرومي، 3 فصوص من الثوم، طماطمتين بالشكل ده. هقطعهم شرايح جوليان وهفرشهم تحت الفرخه بالشكل ده. هعمل شرايح من الطماطم، هقطع الثوم شرايح، هنضيف بقيه التتبيله على الخضار ده كده. ضيف الفراخ على الخضار. هدخل الفراخ الفرن على درجة حرارة عالية أول نص ساعة، وبعدين ههدي النار لحد ما تاخد لون ذهبي وتتحمر معايا. حلة على النار فيها معلقة سمنة كبيرة، معلقة زيت كبيرة، هضيف عليها معلقة صغيرة من الكاري، معلقة صغيرة من الكركم، نص معلقة صغيرة من القرفة، نص مكعب مرق. اقلب البهارات دي كلها مع بعض بالشكل ده، تطلع ريحتهم عليا كده بالشكل ده، شم ريحه البهارات. هنزل عليهم بكوبايتين من الرز المصري المغسول والمتصفي كويس. هشوح الرز كويس في الماده الدهنيه علشان يتغلف بيها وياخد من طعم التوابل. اتحمص معايا الرز بالشكل ده وخد تغليفه حلوه من السمنه. هجيب كوبايتين ونص من الميه المغليه، وهزود عليهم كمان ربع كوبايه علشان انا الرز بتاعي بياخد ميه زياده. هديله معلقه ملح صغيره، ربع معلقه فلفل اسود. ظبطت كده الملح بتاع الرز، هغطيه واسيبه يغلي لحد ما يتشرب، وبعدين اهدي عليه النار لحد ما يستوي. استوى معايا الرز بالشكل ده، شايفين ازاي مفلفل لونه جميل. نطفي عليه النار. ده شكل صينيه الفراخ بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. شايفين الفراخ مستويه ازاي ودايبه وريحتها تجنن، طعمها حلو جدا، يا ريت تجربوها.